مارسيل كولر اللي بعد بداية كلها تشكيك في قدراته قدر يكتسب ثقة الجماهير فيه مع كل بطولة بيحققها، وبقى معشوق الجماهير الأول وقدر ينسيهم موسيماني، وكل ده بفضل إنه مدرب قادر يتطور ويتعلم من أخطائه. بدأ الموسم الاستثنائي ليه المدرب السويسري مع الأهلي بشكل هجومي بحت، بيهاجم اي فريق، حتى ريال مدريد كان بيهاجمهم، لحد ما جت المباراه اللي غيرت مسار الموسم بالكامل، مباراه سان داونز والهزيمه الكارثيه 5-2 في بريتوريا، علشان بعدها كولر يتعلم اهم درس في الموسم ده، ان مش اي مباراه تقدر تلعبها بنفس الاسلوب، علشان يبدا يطور الجانب الدفاعي للنادي الاهلي ويحوله لآلة دفاعيه صعبه الاختراق. كل ده بفضل الاعتماد على ثلاثيه وسط الملعب، حمدي فتحي ومروان عطيه واليو ديانج، 3 ماكينات بيقطعوا الكرات، قطع مساحات في الملعب، ماكينات لا تهدأ، ومع ارتفاع